مصر رايحة على فين بعد مليونية أمس لرفض الإعلان الدستوري ومليونية اليوم لتأييد قرارات السيد الرئيس وتأييد الإعلان الدستوري؟ هو ده السؤال، مصر رايحة على فين؟ علشان كده احنا بنطرح هذا السؤال على حضراتكم وعلى ضيف اللي بيشرف النهارده في الاستوديو دكتور يسري العزباوي، خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور يسري أهلا وسهلا بيك وشرفنا ومنورنا. اهلا وسهلا محمد. دكتور يسري، مبدئيا اليوم مليونية الشرعية والشريعة، وأمس كان مليونية رفض الإعلان الدستوري أيضا وحلم الشهيد، ولكن في نهاية المطاف الصورة مصر رايحة على فين؟ شوف، السؤال ده محتاج يعني حلقات علشان يتم الإجابة عنه، لكن أنا مستبشر خير لأن كلما ضاقت حلقاتها فرجت إن شاء الله يعني. لكن خلينا نتكلم بالواقع أو بواقعية سياسية، ما يكونش كلام صادم على السادة المشاهدين، نتمنى ذلك. احنا مصر بتنتقل من مرحلة صراع واستقطاب سياسي إلى مرحلة انقسام سياسي واضح. أصبح لدينا يعني ميدانين، ميدان التحرير وله مطالب، وميدان أو جامعة القاهرة ولها يعني تأييد، ولكن شتان بين المكانين. في الحقيقة المكان ميدان التحرير يعبر عن فئات اجتماعية وعن رغبات اجتماعية وسياسية مختلفة المشارب، مختلفة التوجهات والاتجاهات. لكن جامعة القاهرة الأمور واضحة تماما، الناس نازلة تأيد قرارات الرئيس محمد مرسي، ما عندهاش أدنى مشكلة مع هذه القرارات، بل بالعكس زادت يعني لفظ الشريعة مع الشرعية علشان خاطر يساعد على فكرة الحشد من كل صوب وحد من القاهرة ومن محافظات مصر. بس ألا ترى أن هناك أيضا مؤيدين ليبراليين لقرارات الرئيس؟ يعني احنا لينا زملاء تقول لي مين؟ ده بسيطه جدا. انا هقول لك، احنا محمد العمده اعتبره تيار ليبرالي، يعني محمد العمده اللي طلع يعني يخطب ولغه التهكم ولغه الهجوم اللي رايناها من تيار الاسلامي السياسي على رموز المعارضه في مصر، هل تعتبر هذه من الاسلاميه بشيء؟ هل هناك من العقلاء الحزب الحاكم في مصر وصاحب السلطه يقوم بمليونيه لتأييد قرارات الرئيس؟ هذه لم نجد لها مثيلا في النظم الديمقراطيه والراسخه في الديمقراطيات، ولكنها نجد لها مثيلا في امريكا اللاتينيه، الدول اللي هي شبه الاستبداديه بشكل واضح. حضرتك بتسالني مين؟ بقول لحضرتك احنا لينا زملاء في التلفزيون يعني، وزملاء في البرنامج نفسه مؤيدين تماما لقرارات الرئيس، لان كل منا بينظر الى هذه القرارات من زاويه تختلف عن الاخر. طيب، هي الفكره في حد ذاتها، وما زلت السؤال الذي يشغلني، انا عارف ان انت في محك انك عاوز تراعي الحياديه وعاوز تبان ولازم كذلك ولازم تكون حيادي، وانا اعرف حضرتك انك حيادي. تمام. ولكن يعني دعني ان اعبر لحضرتك عن ما قاله الرئيس محمد مرسي المنتخب. نحن لسنا ضد الرئيس صاحب الشرعيه في البلاد، الذي قال في حواره للتلفزيون المصري انه معه 90% من المؤيدين من الشارع المصري، على الرغم ان هو منتخب اصلا بنسبه 51% و2/10. اضاف اليهم عدد كبير جدا، ونحن جميعا قلبا وقالبا معه، لان نحن في مركب واحد وسفينه واحده، اذا غرقت ستغرق يعني بينا جميعا. طيب، انا هقول لحضرتك مصر رايحه على فين. احنا استقطاب سياسي، ثم انقسام، ثم المرحله الثالثه اللي هي لسه لم تبدا بعد، ونتمنى الله نصل اليها، وهي مرحله الصراع السياسي. وهذا الصراع لن يكون سياسيا فقط، ولكن ربما يكون هناك استخدام عنف به وبشكل واضح، وده الذي لن يحمد. يعني حضرتك تتوقع حدوث عنف خلال اذا لم يحدث نوع من التوافق حوالين الرؤيه يعني القادمه وحوالين تراجع الرئيس. انا ما بقولش على الاقل هذا الاعلان كله، ولكن هناك مادتين. يعني انا اعتقد دكتور محمد البلتاجي اللي هو القيادي بحزب الحريه والعداله والمقرب من الرئاسه، والقيادي بجماعه الاخوان المسلمين، لما يطلع في احد البرامج
برامج القنوات الخاصه ويقول ان هو ضد الماده الثانيه والسادسه، اعتقد ان هذا الكلام يعني مش محتاج رد مني ولا من حضرتك. تمام. ولا محتاج حياديه. ايضا مستشاري الرئيس الذين لم يعلموا عن هذا الاعلان الدستوري بين قوسين المختلف عليه، مش هقول المشبوه، مش هقول يعني الغير حاكم والغير ملزم، اعتقد ان هذا يؤشر على ان مصر بتنتقل من مرحله التوحد. يعني اعتقد وحضرتك تشهد ان يعني ان فرقاء او شركاء الميدان اصبحوا فرقاء الان. ايضا اشير لحضرتك ما حدث بالامس اثناء خطبه الجمعه في مسجد الشرباطلي، وما حدث من التهجم على خطيب المسجد في ظل وجود الدكتور محمد مرسي الذي هتف هو شخصيا انه ضد الاستبداد. واخد بال حضرتك؟ وانا استطيع ان اقول لحضرتك في جمله اخيره بان الرئيس مبارك لم يرى في نفسه انه المستبد، لم يرى المشاكل التي كانت تواجه المجتمع المصري، بل بالعكس كان يرى عكس ذلك. طيب انا بس يعني فكره الاعلان الدستوري الا تراه مع عدم وجود دستور يحكم ومع وجود اللجنه التاسيسيه بعد ما كان هناك اتفاق من القوى السياسيه وان هم اجتمعوا. يعني دائما بقول ان القوى السياسيه اجتمعت في ظل وجود المجلس العسكري لما كان بيتولى السلطه، واتفقوا على شكل اللجنه التاسيسيه، واصبح بعد هذا الاتفاق هناك جدال وهناك فراق وهناك ابتعاد بعد عمل استمر لعده اشهر، واصبح دلوقتي المطالبه بحل اللجنه التاسيسيه. طب امتى هيتعمل دستور علما ان في اتفاق من البدايه؟ لا بص، هذه كلمه حق يعني او كلمه باطل ورد بها حق، بمعنى حضرتك في البدايه تماما كان هناك وحدة واحدة ورؤية مشتركة حول فكرة التخلص بأسرع وقت من حكم العسكر، وكان هناك حالة من حالات الاتفاق العام. أيضا الذين شاركوا منهم الدكتور وحيد عبد المجيد والسيد عمرو موسى والسيد البدوي لا السيد البدوي ما شاركش في الجمعية التأسيسية، لا في تكوين في تأسيس الجمعية التأسيسية كان مشارك السيد البدوي. كان هناك الاتفاق حول ضرورة وضع دستور محترم يليق بهذه الدولة، يليق بثورة مصر العظيمة، وليس اتجاه واحد. حضرتك انا عاوز اقول لحضرتك اثناء التصويت في الجمعية التأسيسية لاول مرة نجد جمعية تأسيسية في العالم بتشتغل حتى يعني مش الصباح ده يعني 16 ساعة متواصلة. نسبة الاجماع حضرتك هي بالاجماع موافق على الابواب المختلفة من التصويت على الجمعية التأسيسية. طبعا هذكر حضرتك بحاجة جميلة جدا واخد بال حضرتك، وتم الاقحام اليوم في مظاهرة اليوم. التيار الاسلامي السياسي خاصه حزب البناء والتنميه والسلفيين مش طلعوا مليونات عشان خاطر الشريعه، تطبيق الشريعه عشان الماده الثانيه بالتحديد. نسبه الاجماع على الماده الثانيه حضرتك 100% اهي. ما خلاص حصل اتفاق. لا ما هو مش حصل اتفاق خلال الفترات اللي فاتوا. ما انا هقول لحضرتك انا مضوا. اصل انا هقول لحضرتك في ناس طلعت منهم قالوا ما مضيناه، يعني لم يتم التوقيع. انا بس دكتور يسر خليني اطرح على حضرتك السؤال وانت تفضل، يعني ما عشان بس تبقى الامور واضحه. لا اصل انا هي اسمح لي ما هو انا حيادي خد بالك يعني. وخد بالك انك انت بتتكلم والطرف الاخر مش موجود. انا دايما بحب ان يبقى في طرف اخر. ما هو هي دي النقطه. لا انا معاك بس هي دي النقطه اللي انا بكلم حضرتك فيها. يعني بما ان تم الاعلان ان في امضاءات وفي موافقات على بعض البنود منعا لحدوث مشاكل، وهو يعني بعض اعضاء اللجنه التاسيسيه قال لك ان في الامضاءات والورق موجود بتاع الشخصيات اللي انسحبت. يعني اذا كان في اتفاق من البدايه، فمعنى ان انا اقول 100% دلوقتي ما انا متفق على ايه بقى؟ متفق على كل البنود اللي كان عليها خلاف، منها البند الخاص بالماده الثانيه. لما يطلع الدكتور وحيد عبد المجيد في المقالات اللي بيكتبها في الوطن ويقول ان هذا لم يحدث، وكانت هناك محاولات للاتفاق حول الخروج من الازمه، وكانت هناك محاولات لتقريب وجهات النظر بهدوء شديد جدا. واخد بال حضرتك؟ وهذا والدكتور وحيد عبد المجيد مكتوب في جريده الوطن وكله يقدر يرجع ليها، وقال ان ده لم يحدث. السيد عمرو موسى والسيد ايمن نور الذين حضروا اغلب الاجتماعات واخد بال حضرتك، وكانت هناك محاولات ايضا منهم لتقريب وجهات النظر، ووجدوا في النهايه ان هناك اصرار حول طريقه معينه من اداره الجلسات ومن الى النهايه واخد بال حضرتك. هرجع برضه اقول لحضرتك الشيء الاهم وعود الدكتور محمد مرسي لاحداث التوافق والاجماع حول الجمعيه التاسيسيه. الاعلان الدستوري الذي اصدره الدكتور محمد مرسي، هل هو قلل نسبه الانسحابات او اوقف نسبه الانسحابات من الجمعيه التاسيسيه، ولا زاد من نسبه
الانسحابات زود واخد بال حضرتك، واحنا لينا بايه؟ بالنتائج. واخد بال حضرتك هذا التحصين اللي قام بيه الدكتور محمد مرسي الا يدل على ان النيه كانت مبيته للعصف بكل الاراء المجتمع المدني. برضه هقول لحضرتك حاجه جميله جدا، احنا نحلل جزئيه صغيره. واخد بال حضرتك الكنيسه المصريه اتسحبت، ماشي بالنسبه للاسلاميين ما عندهمش مشكله في ذلك. طب المراه عنصر السيدات الموجود داخل الجمعيه التاسيسيه، تعلم حضرتك ان هم 5 منهم 4 حريه وعداله؟ هل هذا يعني يعبر عن فئات المجتمع؟ هقول لحضرتك حاجه اجمل، الصحفيين، نقابه الصحفيين، واخد بال حضرتك اللي هي يعني سيد نقيب الصحفيين اجزم ان كانت هناك اتصالات من اعضاء الجمعيه التاسيسيه له بانه المواد التي طلبت بها الجمعيه العموميه للصحفيين بانها ضمنت الى المسوده، وحينما ذهب للتصويت لم يجد هذه المواد، وحينما حاول ان يبدي اعتراضه واخد بال حضرتك قوبل بالنهي وبالنفي، وقوبل بانه احنا جايين نصوت مش جايين نبدي اراء في هذه المواد. واخد بال حضرتك انا برضو خلينا اذهب معاك لحته ابعد، يعني برضو مبدئيا يعني حضرتك هل من الافضل يعني لو حتى يعني بعيدا عن السياسه، حضرتك لو رب اسره وعندك 2 يعني عندك اسره مكونه من 3 أو 4 افراد، واخد بال حضرتك هل من الافضل لحضرتك انكم تتفقوا ولا بتجيب ابنك اللي هو نتفق واخد بال حضرتك، خاصه ان قيادات الحريه والاجماع والعداله والرئيس مرسي اكد تكرارا ومرارا على فكرة التوافق والإجماع وضرورة أن الدساتير تبنى في العالم بالإجماع وبالتوافق وليس بما نشهده من يعني حشد في ميادين مصر المختلفة. هقول لحضرتك نقطة أيضا جميلة جدا، وحضرتك عرضت الفيسبوك، أنا يعني كنت متابع، أنا لا أعلق على الفيسبوك ولكن مشاهد ومتابع، أشوف آراء وتحليلات المصريين واتجاهات المصريين من النشطاء. حضرتك لما أستاذة علوم سياسية في كليه اقتصاد وعلوم سياسيه تكتب على الفيسبوك الرئيس بيقول قرض صندوق النقد الدولي شهاده عبور لمصر، يعني واخد بالك نقط حسبي الله ونعم الوكيل. هل العبور لمصر ان احنا ناخد قرض من صندوق النقد الدولي؟ انا مش عاوز اقول لحضرتك ادي التعليقات من القراء سواء بالايجاب او بالسلب في الحقيقه. ايضا يا سيدي الفاضل الحزب الحاكم واخد بال حضرتك ومن بيده السلطه يتحمل المسؤوليه الاكبر في اثناء وضع الدساتير. وانا اقول لحضرتك برضو ان دساتير العالم والخبره الدوليه في الدساتير بتوضع ازاي، واخد بال حضرتك هناك 4 معايير معروفه على مستوى العالم حينما يتم الاستفتاء على الدستور او تعديل الدستور، الا وهما اولا الاطار القانوني المنظم لعمليه الاستفتاء، واخد بال حضرتك هل وانا يعني انا عارف حضرتك منصف ومحايد، هل هناك اطار قانوني معلوم لنا جميعا كمصريين كيف سيتم على الاستفتاء على الدستور؟ ورقه الاقتراع، المواد، هل حضرتك الشعب المصري نسبه الاميه اللي فيه تزيد على 40% هيقدر يقرا حوالي 50 صفحه عشان يروح يستفتى عليهم؟ واخد بال حضرتك المده اللي هي خاصه ب 15 يوم هل هي كافيه اصلا للقضاء اللي هم اكدوا انهم هيقاطعوا هذه الانتخابات ولن يشرفوا عليها لتحضير لعمليه الاستفتاء؟ واخد بال حضرتك هل حضراتكم في التلفزيون المصري الذين لقيتم وعانيتم اليوم من هتافات من امام جامعه القاهره ايضا قادرين على توعيه الشعب المصري؟ انا اجزم لحضرتك يا استاذ محمد بان النخبه المصريه لم تقرا الدستور كامله بعد، واخد بال حضرتك فتخيل بما ان بس لحضرتك بس خصوصيه الظروف السياسيه يا استاذ محمد في غايه الاهميه. ما يعني احنا حضرتك حينما ذهبنا الى الانتخابات البرلمانيه في 2011 وكنا جميعا يعني في حاله تخوف من حدوث حالات عنف امام اللجان، وخرجنا بصوره عرس ديمقراطي لان كانت هناك حاله اجماع وحاله توافق في هذا نوع القضيه التي يعني نوع القضيه والمعلومات التي يتم الاستفتاء عليها ده من المعايير الدوليه. دكتور يسري انت دلوقتي قلت جمله او في خلال مجموعه الجمل اللي قلتها جمله هقف بعد تقول لي هل النخبه ما قرتش الدستور؟ كويس يعني انت جزء من النخبه اغلبيه النخبه جزء ايا كان من النخبه ما قرتش الدستور. طب انا احكم على الدستور ازاي وانا ما قريتوش؟ ما هو مش ممكن يبقى دستور كويس
ابتسامتك دي لا 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 حضرتك يا اما لحظه تفكير لا مش لحظه تفكير ولا حاجه. هو حضرتك السلفيين تراجعوا ليه عن الماده الخاصه باحكام الشريعه في الماده الثانيه؟ قال لك ايه؟ قال لك الشارع غير مهيئ، احنا محتاجين تهيئه يا استاذ محمد في ظل هذا الشحن، في ظل يعني هذه الظروف العاصفه بمصر. هل من الافضل ان احنا نهيئ الاجواء ونلطف الاجواء؟ دكتور محمد مرسي مش كان مع المعارضه في الميادين المختلفه من قبل؟ هو ما هوش معاه تليفونات رموز المعارضه في مصر. هقول لحضرتك حاجه اجمل، الدكتور محمد مرسي قبل هذا الاعلان الدستوري وقبل هذا التعنت من جانب السلطه الحاكمه في هذا الاعلان، ألم يقابل السيد حمدين صباحي والبرادعي وعمرو موسى وغيره من الشركاء؟ لماذا لم يستشيرهم في هذا الاعلان الدستوري؟ بس انت حضرتك ما ردتش على سؤالي برضو. ما انا هقول لحضرتك الدستور والوثيقه النهائيه ليست بشر كامل، ليست بشر كامل، بها جهد موفور، بها جهد رائع، ولكن بها عيوب عاصفه في صميم الحقوق والحريات. في ايه؟ يعني خلينا نخش في البنود. هقول لحضرتك لان في سؤال بيشغلني انا بقى شخصيا، لو القضاه ما اشرفوش على الاستفتاء على الدستور الوضع هيبقى عامل ايه؟ وانا ما انا عايز اعرف، اعلنوا ده فانا عايز اوصل للنتيجه. هقول لحضرتك اعد معايا المواد ماشي، ده مش ليس بشهاداتي ولكن هيومن رايتس، واخد بال حضرتك؟ قالت ده المسوده الاخيره بالمناسبه، المسوده الاخيره. بص بقى حكايه المسودات دي عشان عده مسودات ده انا عندي امبارح بالليل يعني مفيش مسوده. دي المسوده اللي ممهوره بتوقيع السيد المستشار الغرياني وامين اللجنه، واخد بال حضرتك؟ الماده 81، واخد بال حضرتك؟ الماده 45. ايوه بتقول ايه المواد؟ بص انا هقول لحضرتك الخاصه بحريه التعبير. هاجي لحضرتك بعض الماده، طبعا كان في جزء جميل جدا، الماده 68 اللي كانت خاصه بوضع المساواه بين المراه والرجل في بما لا يخالف احكام الشريعه، في الحقيقه شالوها، يعني خلينا نعترف بهذا الجزء. الماده 43 الخاصه بحريه العقيده بتقول تقتصر الحق في ممارسه الشعائر الدينيه واقامه دور العباده على المسلمين والمسيحيين واليهود فقط، واخد بال حضرتك؟ واستبعدت في ذلك كل الديانات الاخرى. المقياس هنا زي ما ذكر. نعم انهي ديانات؟ لا ما تدخلنيش في حته بقى تطلع كافر من لا انا هقول لحضرتك، انا بسال هو الاديان السماويه معروفه، ما احنا بنتكلم الدستور بيبقى على الاديان السماويه. طيب الماده 11 خد بالك انا بكلمك بمنطق، يعني انا بمنطق. انا هقول لحضرتك يعني الصين والهند، واخد بال حضرتك؟ تطلع لنا هي كمان في دستورها ان الاسلام غير معترف بيه. لا يعني انا مش عايز اخش مع حضرتك في الجدليه يعني ربما اطلع انا وحضرتك منها كفره يعني الحاجه الثانيه الماده 10 اللي بتقول تحرص الدوله والمجتمع على الالتزام بالطابع الاصيل للاسره المصريه. المجتمع، اضافه المجتمع ليه؟ انا عاوز حضرتك تجاوبني بقى. المجتمع ليه؟ تحرص يا فندم؟ تحرص الدوله والمجتمع. المجتمع اتشالت يا فندم. ايه؟ موجوده يا فندم، موجوده واخد بال حضرتك؟ المجتمع حضرتك في كلمه وضع المجتمع في هذه الماده وغيرها من المواد، حضرتك بتفتح الباب على مصراعيه. ده الدستور الجديد. ده الدستور الجديد. انا براجع بس انا باكد على حضرتك المسوده الاخيره اللي هم موقعينها. ما هي دي اصل انا كل ما تيجي يا فندم يا استاذ محمد ما ينفعش كل ما نيجي نناقش مع واحد يقول المسوده دي النهائيه، ما هي دي اللي هم طلعوها، انا مش جايبها من عندي، انا جايبها من موقع اللجنه التأسيسية وموقع عليها وهي حضرتك. طيب انا عشان الوقت خلاص يعتبر خلص هنا دلوقتي. لو القضاء ما اشرفوش هنا الوضع هيبقى عامل ازاي؟ لان الوقت خلاص خلص. طيب انا هقول لحضرتك هيبقى في حاله من حالات عدم الثقه في وهنزيد حاله عدم الثقه ايضا في هذه المسوده، واخد بال حضرتك؟ واحنا عارفين تماما هيتم تمرير المسوده ازاي بالجحافل الموجوده بدون قراءه المواد بشكل واضح. خلينا نتكلم بشكل جميل. انا برضو معلش في ثانيه واحده اقول لحضرتك الدستور المصري
حضرتك في مفارقه عجيبه جدا واشكاليه غريبه ايضا، ان الثوره التي قامت من اجل الحد من اختصاصات رئيس الجمهوريه هي بذاتها، واخد بال حضرتك، او مش الثوره بقى، القائمين في الحكم حاليا جعلوا الدستور والمسوده الاخيره احاطت بالرئيس جميع الاختصاصات، يعني وفتحت الباب على مصراعيه امام الرئيس. منها على سبيل المثال حضرتك طبقا لمسوده الدستور ان الرئيس حينما يشكل الحكومه مره وترفض من البرلمان، ثم المره الثانيه وترفض من البرلمان، يقوم بحل المجلس النواب او مجلس الشعب زي ما ذكر. والحاجه الثانيه حضرتك محاسبه الرئيس، لا يستطيع ولا حضرتك ولا اي سلطه تستطيع محاسبه السيد الرئيس الا في حاله التلبس. وبالمناسبه تخيل بقى اي سلطه مين يقدر يروح يمسك الرئيس وهو متلبس في جريمه. الحاجه الثانيه حضرتك هذه المسوده حصنت الرئيس مدى الحياه. اقول لحضرتك ليه مدى الحياه؟ لانه بعد ما يتم فتره الرئاسه الاولى او الثانيه على الاقل سيكون مباشره عضو في مجلس الشيوخ، وبالتالي لديه حصانه برلمانيه ولن يستطيع احدا محاسبته. دكتور يسري، احنا نتمنى في نهايه المطاف ان مصر تعود الى او المصريين يعودوا الى طاوله النقاش والحوار علشان نصل في النهايه الى حل تلك الازمه المطروحه. انا بشكرك جدا دكتور يسري العزباوي، خبير بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، والوقت خلص. انا اشكر حضرتك، بس انا بتكلم من منطق ان الدكتور محمد مرسي طالبنا حينما كان في ميدان التحرير باذا اخطا ان نقومه، وهذا الكلام من اجل يعني مش تقويم بقى، احنا بنشدك يا دكتور محمد مرسي مش بنقومك. شرفتني يا دكتور وبتمنى لك التوفيق وببقى سعيد بوجود حضرتك. شكرا ليك. شبابنا مشاهدينا هنطلع فاصل، وبعد الفاصل نتواصل معكم مرة تانية في برنامجكم شباب على الهواء. اثبت مكانك هنا عنوانك، ده الخوف بيخاف منك وضميرك عمره ما خانك. اثبت مكانك، ده نور الشمس راجع، يا تموت وانت واقف يا تعيش وانت راكع. اثبت مكانك، ده عينك شايفة الدليل، ابعد عنهم وسيب الحيطة عليهم تميل. اثبت مكانك، قلب الوطن جرح وصوت الحرية خلاص اتنبح. كلامك ما بيتفهم، احساسك ما بيتوصف، كلامك ما بيتفهم، احساسك ما بيتوصف. انت بتقول كرامة وهم يردوا بمهانة، انت بتقول العدل بيقولوا عنك ندل. اثبت مكانك هنا عنوانك، ده الخوف بيخاف منك وضميرك عمره ما خانك. اثبت مكانك، انت نور الفجر وهتافك صوته اعلى من صوت الرصاص والغدر. اثبت مكانك وادعي ويا الاذان، ليك رب اسمه الحق والعدل والسلام. اثبت مكانك وكتفك في كتف اخوك، لو مهما راحت روح الفكرة مش هتموت. كلامك
مطلوب منك السكوت تكون انسان بديل، مطلوب تسكت تموت او تعيش اسير، عايش في اكبر سجن بس من جوايا حر، حاضر هتعجب تكفى عني كل الشر. الولاء للماضي افكار لينا صديقه، كذب كاذب جوايا ياكد الحقيقه، انعكاس تاريخ الزيف في المرايه واضح، طوبه تكسر المرايه للحقيقه فاضح، مستورين من جوانا لو جسمنا اتكشف، فاللي ينطق بالحقيقه بالخيانه اتوصف، انهزامي وانهزم لكن انتصاري واتسرق، الحقيقه فبركوها بحزن على كتاب اتحرق، انا اللي ماتوا من سنه واللي قاتل ما اتشنق، انا السطور على الورق، انا اللي من جوه اتحرق، انا اللي شعري شاب موت وهو طالب مدرسه، انا اللي ثابت مهما قالوا مهما زودوا الاسى. كلامك ما بيتفهم، مطلوب منك السكوت تكون انسان بديل، احساسك ما بيتوصف، مطلوب تسكت تموت او تعيش اسير. كلامك ما بيتفهم، مطلوب منك السكوت تكون انسان بديل، احساسك ما بيتوصف، مطلوب تسكت تموت او تعيش اسير. انت بتقول كرامة وهم يردوا بمهانة، انت بتقول كل حشد بيحاول ان هو يعبر عن رأيه ويعلن وجهة نظره الى الجميع، لكن لما بنقول ان في نشطاء، ففي نشطاء بيبقوا موجودين على ارض الواقع في الشارع، وفي نشطاء ايضا بيعملوا من خلال واقع اخر الا وهو الفيسبوك، ومن خلال الجمعيات الاهليه كمان بيلعبوا دور مهم. النهارده جروب المصري الحر بينطلق بشكل كبير جدا، وبيحاول ان هو يبقى له دور في المجتمع المصري من اجل التوعيه ومن اجل الوصول الى نقاط رئيسيه يتفق عليها الجميع، بعيدا عن فكره الانقسام اللي موجوده الان في الشارع المصري. خلونا نرحب بضيوف اللي بيشرفونا النهارده في الاستوديو. بيشرفني سياده المستشار احمد جاد، مستشار تحكيم تجاري دولي ومدير عام بهيئه الاستثمار واحد ادمن جروب المصري الحر. اهلا وسهلا بيك يا فندم، شرفني ومنورني. تمام. بيشرفني الاستاذ محمد مصطفى مؤسس جروب المصري الحر. اهلا وسهلا بيك استاذ محمد. بيشرفني الاستاذ مجدي زكي ادمن جروب المصري الحر. اهلا وسهلا بيك استاذ مجدي. هبدا باستاذ محمد مصطفى مؤسس الجروب. عايز اعرف رايحين على فين؟ كفايه دم، ده شعار جروب المصري الحر، كيف يتحقق في ظل الاحداث اللي بتتم حاليا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه حضرتك اعرف جروب المصري الحر. فكره الجروب جت بكل بساطه بعد ثوره يناير العظيمه. فكرت ليه الانسان، ليه كل واحد مصري ما يكونش حر؟ ليه ما يكونش يقدر يعبر عن افكاره، عن معتقداته، عن اماله، عن احلامه بكل بساطه؟ فدي جت فكره جروب المصري الحر. المصري الحر حضرتك دلوقتي هو عباره عن جروب ليه نشاط اجتماعي وليه نشاط سياسي وليه نشاط ثقافي. حضرتك النشاط الاجتماعي انبثقت منه جمعيه المصري الحر اللي هي حضرتك متواجده وعدد اعضائها يعدي ال 2077 عضو موجود دلوقتي. حضرتك بالنسبه للظروف الموجوده، جروب المصري الحر كان ليه مبادره عظيمه جدا مسانده لفكره اكتب دستور. بمعنى ان احنا عملنا اكتر من مبادره بنقابل الناس الموجوده مش بس في الشارع اللي موجود او في المنطقه اللي موجوده فيها او المتواجد فيه الجروب، بل انطلقنا الاماكن المختلفه وعرضنا بعض الافكار الموجوده باستضافه بعض السياسيين، بعض دكاتره القانون، بعض المحامين، وتم عرض الافكار الموجوده تحت اسم مسوده الدستور، وتم عمل استفتاء عليها، وطبعا لدينا مجموعه من الاراء والمعتقدات بالنسبه لباقي الاعضاء. تمام. سياده المستشار احمد جاد، يعني اهداف المبادره واهداف الجروب اللي انتم قمتوا بانشائه، هل اهدافه تتعلق بالوصول الى الحوار وحل المشاكل بطريقه فيها اتفاق، ولا هناك اقتراحات منكم انتم ممكن تتقدم لحل كافه الازمات اللي احنا بنقع فيها؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. قبل ما ارد على سؤال حضرتك، ما يقال دلوقتي في جامعه القاهره لو قالوا لي في مليونيه للشريعه انا هنزل، لكن اللي موجود في جامعه القاهره ملوش دعوه بالشريعه خالص، ده تأييد للرئيس، فلازم المسميات تسمى باسمها. لابد ان تسمى باسمها. هي مسمى المليونيه، لا اللي هو ماشي اوكي، زي مليونيه حلم الشهيد كانت امس. بالظبط. هل هي كانت بتحلم الشهيد ولا حضرتك بتنادي برفض القرار؟ لا هي دي النقطه. حلم الشهيد رفض هذا القرار فقط. مبدئيا برضو يعني ايه، انا مش معترض على الدكتور مرسي، الدكتور مرسي رئيسي، تمام، الرئيس بتاعي ورئيس مصر كلها. الدكتور مرسي يحمل الشرعيه ما فيهاش كلام، لكن انا معترض على قرار اتخذه الرئيس بتاعي. انا مانيش عضو في جماعه معينه فيها حته السمع والطاعه، فما تحطليش السمع والطاعه. انا هطيعك على ايه؟
انا ما خدتش منك عهد، ما خدتش منك بيعه، انت رئيس جمهوريه، لك كل احترامك ولك كل تقديرك في حدود ما اتفقنا عليه. ما اتفقنا عليه ان احنا عايزين ايه؟ عيش، حريه، عداله اجتماعيه. كيف سيتحقق بدون دستور، بدون مجلس شعب وبدون مجلس بالظبط مجلس هو الشورى هو برضه محكوم الان، فهو محتاج ان هو تتواجد الاساس الذي على طبيعته ان هو يقدر يتحرك بشكل سليم لتحقيق اهداف الثوره المصريه اللي هي عيش، حريه، عداله اجتماعيه. اتفضل حضرتك. نحن لا نريد نصف اله، مش عايزين نصف، احنا عايزين رئيس جمهوريه مصري جاي معانا من البدايه. ازاي اهداف يا فندم؟ هيحققها بالمتواجد دلوقتي. المتواجد اللي عمله سياده الرئيس. ايه هو المتواجد؟ المتواجد كل القوانين الموجوده. اقول لحضرتك على حاجه. انهي قوانين؟ انا هقول لحضرتك. انا مع حضرتك، انا بس عايز اوصل كان ليها معلش انا خرجت من سؤال حضرتك، لكن معلش اللي عمله سياده الرئيس كان ممكن يتعمل بقوانين وليس باعلان دستوري. كون انك تعمل اعلان دستوري بعد ثوره، بعد انتخاب رئيس منتخب، يبقى انت اسقطت شرعيتك. ليه؟ لانك بتعمل اعلان دستوري. انت انتخبت على شروط. لو سمحت لي التشريع في ايده بالظبط. التشريع. طب يبقى ازاي اسقط هو التشريع في ايده؟ التشريع ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. اشتغل المجلس العسكري كان بيشرع حاجات. هقول لحضرتك انا اقول لحضرتك بعض الناس البسطاء اللي خدوا كلمه الشريعه، اصل احنا عايزين يطبق الشريعه، ما لا تكون تطبيق الشريعه بالتطبيق على الحريات، بان انا كلامي ما حدش يقدر يقول له لا بمنتهى البساطه. ناخد مثال مثلا زي الخمر. ده قانون ممكن رئيس الجمهوريه يقول لك ممنوع تداول الخمر في مصر مثلا، يعني بمنتهى البساطه، مش محتاجه اعلان دستوري خالص. ما اخذ الان بالقرارات اللي اتخذت دي، انت ما قدمتليش شيء يخليني ان انا افضل ماشي وراك واقول لك امين. سياده المستشار، احنا بنرجع لنقطه حضرتك اتكلمت فيها وانا برجع لنفس النقطه. ماشي. مش هيقدم ازاي بدون وجود دستور وبدون سن قوانين وبدون مجلس شعبي يستطيع من خلاله ان يحقق ما تتمناه انت وما يتمناه كل المصريين. ماشي. احنا خد بالك حضرتك انك رجعتني لنقطه ثانيه وانا بعيد لك السؤال نفسه. ماشي يا استاذ محمد. عشان عايز اروح للاستاذ مجدي. اتفضل. الاستاذ مجدي ده لا اتفضل. بص يا استاذ محمد. اساسا ممكن نرجع حته صغيره كمان بقى. احنا مش كنا بنقول الدستور اولا؟ قالوا لا ماشي مشينا وراه. مجلس الشعب اللي ماشي وراه. انت قعدت في مجلس الشعب ما عملتش حاجه. انا عايز اقول ايه؟ هل تتذكر نكسه 67؟ ما كنتش اتولدت انا لسه قريت. احنا حضرنا انا قريت بشكل كويس. ماشي. احنا حضرنا نكسه 67. تمام. هذه النكسه ضيعت شباب كتير جدا من مصر وضيعت ارض مصر. ورغم هذا الحاكم في ذلك الوقت حينما قال اتنحى، الناس كلها رجعته. ليه؟ لانه له رصيد عند الشعب. كذلك الرئيس محمد مرسي. انا عايزك يا سياده الرئيس الاول اعمل لي رصيد. انت رصيدك عند الاخوان كتير، حلو على عيني وعلى راسي، لكن انت بقيه الشعب مالكش رصيد عنده. اعمل لي رصيد، اعمل لي حد ادنى حد اعلى، شويه قرارات ثوريه حلوه كويسه اللي الناس بتطالب ما كانت وما زالت تطالب بيها وهتظل تطالب بيها. انت ما عملتش، معلش انت ما عملتش حاجه بنتي. اعمل لي رصيد ثم اتخذ ما تجد بعد كده القرارات اللي انت عايزها هأيدك. تمام. لكن بنرجع في نهايه المطاف ان خلينا نقول ان الرئيس عايز يشتغل وعايز يحقق ما نتمناه جميعا، ولكن ما يحدث هو انا بتكلم من وجهه النظر الاخرى، لان ما فيش حد من الحريه والعداله او من الرئاسه ان هو يتكلم. فهو اللي هو عايز يشتغل، ولكن ما يتم الان هو محاوله صناعه حفر علشان هو ما يخطوش خطوات نحو تحقيق الاهداف اللي احنا بنتمناها. فهنا في اللحظه ديت من خلال جروب المصري الحر، هل في دراسات اتعملت لحل الازمات ووضع حلول لهذه الازمات ولا لا؟ كازمات وطن ولا كازمات ايه؟ لازمات المجتمع المصري. ازمات المجتمع المصري احنا دايما بنحاول يبقى فيه يعني حوار كويس، ما يبقاش فيه. ايه مقصودك بالحوار كويس؟ يعني احترام الاخر. يعني لازم احترمك وتحترمني. ده طبيعي. لازم يكون عندنا مش شرط اكون متفق معاك في افكارك او في مبادئك. انا مش اخواني، انا مش سلفي،
بس ليها فكري المفروض تحترمه. بعيدا عن الاخوان المسلمين، فكره الاختلاف يجب ان يكون هناك ثقافه ده الاختلاف. اللي هو القائم عليه الجروب اساسا هو كده، ثقافه الاختلاف. ثقافه الاختلاف. بس انتوا شلتوا ناس من الجروب عشان يختلفوا. لا عشان تجاوزوا حدود الادب. تجاوزوا في الالفاظ. تجاوزوا حدود الادب. تمام. وذلك في بعد فرق بين الانذار التجاوز مره واثنين والحوار. وثلاثه. تمام يعني في تجاوز في فرق بين التجاوز وبين الحوار. اخواتي خدت بالك انا خليتهم كلهم اتكلموا. فهو احنا كان يعني اهم هدفنا ان احنا نعمل ثقافه لاحترام الاخر. مش شرط اكون انا متفق معاك في كل الامور، انا مختلف معاك فكريا، بس انا وانت في الاخر اخوات. صح. ليه نختلف وليه تتهمني بالكفر؟ يعني كثير من الاخوان وكثير من السلفيين بيتهمونا بالكفر او بيتهموا كثير مين قال ان هم اخوان وسلفيين؟ وانت مش حضرتك ممكن تعمل بدل اكونت على الفيسبوك تعمل 100 اكونت ب 100 اسم وب 100 حاجه، وممكن اخش ان انا ادعي ان انا تبع اي منظمه او اي جهه. لا وعلى وارد. اكلمك على الفيسبوك وارد. واقدر ان انا اخش وادعي ان انا واحد من من اي جهه واوصفك بوصف ليس بيك، وفي اللحظه دي انا بخليك تفكر ان الوصف ده جاي لي من جهه اخرى. بس انا بتكلم على الواقع اللي معايا. ما انا الواقع اللي معايا دلوقتي حضرتك بتكلمني على الفيسبوك. نعم انا بتكلم على الفيسبوك، الواقع بتاع الفيسبوك. وانا بكلمك على الفيسبوك. لا هو بيقصد يا استاذ محمد بعد اذن حضرتك، هو كان الاستاذ مجدي المقصود من كلامه ان الناس المعروفين جيدا. يعني انا اعرف الاستاذ محمد الطرجي ده عارفه المعروفين للجميع. ده اللي هو ممكن الانسان يتجاوز. ومع ذلك احنا ما بنوصفش كل الاخوان او كل السلفيين ان هم ناس بتتجاوز، بالعكس ناس كتير محترمه جدا واصدقاء المستشار احمد واصدقاء الاستاذ مجدي نفس الكلام، ناس كويسه جدا. دول موجودين معانا ودول شركائنا في الوطن، جزء من المجتمع. احنا مهم. هدفنا الاساسي في الجروب ان احنا نتعاون، مش نختلف. تعاونتوا على ايه في الفتره الاخيره بعد الاعلان بعد اكتب دستورك افندم؟ بعد اكتب دستورك بعد الاعلان الدستوري؟ لا احنا مش بعد الاعلان الدستوري، احنا حضرتك احنا عملنا الاول اللي هي مسوده كتابه الدستور. احنا عملنا عليها يعني مقترحات، وكان كل عضو أنهي مسوده فيها؟ المسوده الاخيره مش المسوده اللي هي قبل كده. اللي حضرتك قبل اللي يتم التصويت عليها. حضرتك من يومين دي لسه ما اتعملش عليها اي حاجه. تمام. ولكن احنا برضو حضرتك لينا كجروب لينا رايين، ان في ناس حضرتك انت شايف ان الاعمار اولا في الجروب بتتفاوت. عندنا من 15 سنه الى ما شاء الله، يعني احنا ما بنحرمش حد طالما ان هو في نطاق الاداب العامه والذوق اللي متعارف عليها كلنا. طيب احنا دلوقتي حضرتك من خلال الجمعيه بتاعتنا احنا عملنا حاجه ثانيه، ان احنا دلوقتي ممكن ان نعمل استطلاعات للراي. استطلاعات الراي مش مجرد ان انا بعملها على الفيسبوك، لا ان انا بنزل للناس اساهم في حملات ثانيه زي حملات النظافه، دي برضو ساهمنا فيها في خلال المناطق الموجوده، ومش مناطق واحده باكثر من مكان موجود. استطلاعات الراي لما حضراتكم تحبوا بتعملوها على قد ايه؟ اعداد قد ايه؟ العدد الموجود اولا بنعمل استطلاعات داخليه داخل الجروب، دي العدد البتاعي اللي هو بتتراوح طبعا مش كله بيشترك، حوالي ما بين 5000 6000 ده العدد الموجود، وبناخد التوتال وبنعرض النتيجه. وسبق قبل كده حضرتك في الانتخابات مجالس الشعب ومجالس الشورى كنا عاملين حاجه ظريفه جدا. احنا عندنا جروب تاني اسمه يعني بينطلق من نفس المكان بس ده منطقه معينه، ممكن نذكر اسمه ما فيش مشكله. هو طبعا جروب مشهور جدا اسمه كرداسه الحره بلا حدود. كرداسه ده مدينه من ضمن مدن محافظه الجيزه. تمام. حضرتك احنا عملنا في الجروب دوت استطلاعات للراي قبل الانتخابات اللي كانت موجوده، وكان طبعا يشرفنا المستشار احمد جاد كان مرشح نفسه في مجلس الشعب. تمام. كل اللي عملناه احنا عملنا حاجه كويسه جدا، ان احنا دعينا كل الاعضاء وعملنا مناقشه مفتوحه موجوده من خلال الجروب. وكل شخص كان يستطيع ان هو يوجه السؤال او النقد المحترم للمرشح الموجود، ومن هنا كونا افكار عامه. وقبل الانتخابات قمنا باستطلاع راي من خلال رسائل موجوده على الصفحه لدينا، وتم ابراز النتائج الموجوده. امس في حشد ومليونيه في ميدان التحرير وفي اعتصام، واليوم في حشد زي ما احنا شايفين على الويندو الاخر، في برضو اعداد كبيره موجوده عند الجامعه، مؤيد ومعارض. متى نصل الى مرحله الاتفاق؟ على فكره احنا متفقين. امال ايه الاختلاف؟ اما انا هقول منقسمين ليه؟ وهو احنا فعلا متفقين. لكن هو استعراض العضلات هو اللي جايب ايه الاختلاف، لكن احنا متفقين. استعراض عضلات؟ اولا مبدئيا كده الناس نزلت امتى ميدان التحرير؟ نزلت يوم القرارات دي، يعني ما حدش دعاها للنزول خالص. وتاني يوم الصبح ابتدت الناس تحشد، ابتدت الرموز السياسيه تحضر معانا او تحضر مع الشباب، لان انا يعني انا معلش انا هذه الفتره ماشي ورا الشباب، لان فعلا فكرهم بسم الله ما شاء الله عليهم وربنا يزيدهم. انا قدامي دقيقه للاسف. طيب. فانا في عجاله عشان عايز اخد طيب فاحنا فعلا متفقين، بس نسمي المسميات، يعني كل حاجه بتسمى بمسمياتها.
يعني لما تقول لي مليونيه شريعه انا معاك في مليونيه الشريعه، انا عايز اطبق الشريعه. لكن لما تقول لي قرار الدكتور مرسي الذي ما فيش عليه اي اعتراض، لا. تمام. طيب استاذ مجدي، دائما بنبقى عايزين نوصل رساله من خلال اي عمل احنا بنقوم بيه، حتى ولو كان جروب على الفيسبوك المصري الحر. عايزين تقولوا ايه للمواطن المصري؟ عايزين نقول لمصر الكل، مش مصر الاخوان ولا مصر الليبراليين ولا مصر لاي حد، هي مصر الجميع، واحنا كلنا اخوات وكلنا عايشين في وطن واحد، لا فرق بين مسلم ولا في فرق بين مسيحي، وكلنا اخوات وكلنا يعني مع بعض، حتى لو اختلفنا مع بعض، يعني حتى لو اختلاف عقيده او حتى اختلاف فكر، فاحنا برضو كلنا مصريين، فبنروح بنحافظ على بعض كلنا. دي رساله احنا عايزين نوصلها من خلال الجروب يعني. استاذ محمد. حضرتك احنا عندنا مبادره دلوقتي احنا حضرتك بنجهزها ونحن نطرحها على الجروب، ان احنا ممكن نحل الوضع الراهن او هذا التشابك بين القوى المختلفه. يمكن ان نقوم بالتصويت على دستور 71 في ظل استفتاء شعبي. ايمن الصياد مستشار وزير تقريبا باقتراحه استدعاء للدستور. نستفتي على دستور 71 ويتم العمل به من خلال انتخابات نيابيه، ثم لمده محدده فتره انتقاليه ولتكن 4 أو 5 سنوات. يكون فيها لدى الرئيس السيد دكتور محمد مرسي الفرصه كامله وحكومته لعمل كل ما تستطيع لكي نخرج من هذا المأزق. تمام. سيادة المستشار في نهايه اللقاء تحب تقول ايه؟ احب اقول ان يا جماعه مصرنا البلد دي حرام اللي بيحصل فيها. الموضوع مش استعراض عضلات بعد اذنكم. مستشار احمد جاد، مستشار تحكيم تجاري دولي، مدير عام بهيئه الاستثمار، بشكرك جدا على وجودك، شكرا ليك. استاذ محمد مصطفى، مؤسس جروب المصري الحر، بشكرك جدا على وجودك، شكرا ليك. استاذ مجدي زكي، ادمن جروب المصري الحر، بشكرك جدا على وجودك، شكرا ليك. لكن في نهايه المطاف ما بين مؤيد ومعارض، ما بين ميدان التحرير وجامعه القاهره، في نهايه المطاف الموجود هنا والموجود هنا مصريين. احنا محتاجين كلنا كمصريين ان احنا نصل في النهاية الى حل نهائي نرتضيه جميعا، حتى نمر من هذه الازمة ونبحث سويا على طرق تحقيق النجاحات وتحقيق الايجابيات التي نادينا بها في ثورة 25 من يناير. بشكركم جدا. ما تنسوش مواعيد البرنامج جمعة سبت حد 2 من الساعة 5 للساعة 6، والاعادة من 2 ل 3 صباحا. شكرا لكم والى اللقاء.